المساله ديال الوقفه جات من بعدها وقفات، الوقفه الاولى والثانيه والثالثه، ولكن هذا الشيء ما جاش عفوي، لان كنا في واحد الوقت سمعنا بان هذا السيد بغى يفتح محل هنا في القدس جوج على اساس بغى يدير فيه التجاره ديال الكحول، ودرنا شكايه للجهات المعنيه ودرنا شكايه للمجلس الجامعي. هي علاش بنا رئيس المجلس الجامعي ودار ليه في واحد البوند في الرخصه اللي عطاه، دار ليه في البوند رقم 3 يعني يمنع منعا كليا بيع الكحول، مواد الكحول في هذا المتجر. فعلا توقف، ما عطاش يعني ما فتحش المحل حتى لهذه الاواخر هذه ديال 2022. هي فين تعطات ليه الرخصه نهار 5/8/2022 تعطات ليه الرخصه ديال الخمر، وما فتح حتى لهذه سنه 2023. يعني هنا كاين سؤال علاش تعطات ليه في 2022 واستغرق هذه المده كلها هي عاد فتح في هذه السنه، في هذه السنه ديال 2023. ملي فتح مشينا عند السيد الباشا وحطيناه في الصوره، قلنا له ودي حنا راه سبق لينا دايرين شكايات، ماشي خلينا السيد حتى دار المشروع ديالو ولا دار شي حاجه، وطلبنا من السيد الباشا باش يحدد واحد لازون ديال هاد الناس. يعني حنا ماشي ضد ما يبيعش الكحول ولا شي، لا، حنا العكس، تنظيم. يعني هذا حي سكني فيه الناس العائلات، فيه ساحه، فيه مدرسه قريبه حداه، فيه معمل ديال التمور الا ما خدم اليوم غادي يخدم غدا، فيه يعني مستشفى كيبعد عليه ب 140 او 150 متر، كاينه مقبره في الشيعه الشرقيه ديالو. يعني هذه البلاصه ما صالحاش ليه، قلنا له يا ودي ياخذوا ليه مكان فين كاينين الفنادق، يعني ما ياخذش هذه الصوره اللي واخد دابا. وكنطلبوا من السلطات المحليه باش توقف معنا واحد الموقف، وكنطلبوا من السيد العامل باش يتدخل وياخذ القرار ديالو باش يغلق هذا المحل اللي هو خلق مشكل. السيد العامل هو اللي كيحيد، هو اللي كيدير، الله يجازيه. راه الا عطى الامر السيد العامل راه ما كان غيخالفوا، راه الا عطى الامر بين عشيه وضحاها راه يتحيد، راه خاص الاوامر تصدر من عند السيد العامل الله يجازيه، ورانا كنشدوه ساكنة هي والسلطة فينا هي، ساكنة هي والسلطة فينا هي، ساكنة هي والسلطة فينا هي.